السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غبت عن الأخبار يا جماعة الخير أيام قليلة لظرف طارئ، ثم عدت فوجدت خبر شخص أمريكي يتطاول على القرآن الكريم. دققت في الخبر أكثر فإذا بهذا الشخص هو مرشح حزب الجمهوري في أمريكا، والحزب الذي يرأسه ترامب. وجدته قد أساء للقرآن الكريم ووضع القرآن الكريم في فم خنزير أخزاه الله، بل وجدت له مقطعا قبل قليل يتطاول فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلم أن ترامب لن يزعجه هذا الفعل، ولو كان يعلم أن ترامب ينزعج من هذا الفعل لما فعله. جماعة الخير، ما أساءني أكثر هو ردة فعل الشعوب المسلمة الضعيفة جدا البائسة على هذا الفعل. هل أصبحنا يا جماعة الخير نخشى الإنكار اللساني على أمريكا؟ هل أمريكا أصبحت في أعين البعض إله ترزق وتحيي وتميت بيدها الخير، على كل شيء قدير؟ تعالى الله عن ذلك. بالنسبة لله يا جماعة الخير، قوة أمريكا لا تختلف عن قوة النملة كما قال ذاك الشخص. ردة الفعل التي وجدتها فيها قوة هي ردة فعل أهل اليمن، خرجوا بمئات الآلاف نصرة لكتاب الله عز وجل. وهل القرآن الكريم شأن يمني؟ هل أنزل القرآن الكريم فقط على أهل اليمن؟ يا جماعة الخير، ما ينفع هذا الكلام. القرآن الكريم ومقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج منا ردة فعل أكثر من ذلك. على الأقل يا جماعة الخير نكتب، نتكلم، على الأقل نذكر بالمقاطعة، نذكر بعداء أمريكا للإسلام والمسلمين، نذكر بموالاة المؤمنين، بموالاة الله ورسوله، وبالبراءة من أعداء الله ورسوله. اللهم يا رب استعملنا ولا تستبدلنا. السلام عليكم.